شغل الشقة يا ابوي. ناس قاعدة تحت التكييفات واحنا من الفجور في القصب. يا متبرفن وكل الناس حاسدينك، ما كل اصحابك اتجوزوا وانت قاعد ملفوف في بطاطينك. خلينا من غير جواز، خلينا في شغل الشقة، ولا هنلحق دنيا ولا هنلحق طين علينا وعلى ابونا. اللي اتجوز في الشتاء اتدفى، واللي من غير جواز منه البرد يتشفى، منه البرد يتشفى اخي. يا بوي يا بوي على شغل الغلب يا بوي. اللي من غير جواز لو ما تلفوه في بطاطينه، ما من غير جواز زي ميت ودفنينه. ما كل اللي اتجوزوا عيال فافي وانا قاعد ذكر دوم بهز في كتافي. الله يجازي البنات وكفيها، اللي يروح لها واحد وما توافقش عليه الله يجازيها ويكفيها باعمالها. خليكن معنزات. ما اللي من غير جواز لو ما تلفوه في سرواله، ما من غير جواز لا خير فيه ولا في ماله. عافية يا واد يا دوي. الله يديك العافية يا واد. يا عم عبد الناصر، خبر يا واد من اول الغيط يا واد، سامعك شغال عديت كذا يا واد. والله يا عم عبد الناصر انا كل مره تقول لي موسم القصب وعدى علي 20 موسم قصب وتقول لي هجوزك، ولا مجوزني ولا مضايقني يا عم عبد الناصر. ما قلنا هنجوزك الله يجزنا لك، انت كل ما تغور لك فرح يا واد تاجي تقلبها لي نواح في الزرع هنا. ما امبارح رحت القاعه يا عم عبد الناصر ولقيت البودره ولقيت المكياج ولقيت البنته بتترقص يا عم عبد الناصر، جسمي غلى. ما قلنا هنجوزك يا واد. حاضر بس نخلص موسم القصب كده وهعمل لك فرح من الاخر يا ضوي، عيب عليك. طب عارف الواد اللي اتجوز ده؟ الواد اللي اتجوز ده ابوه زميلي كان. نصيب يا اخوي، هتتجوز رايح وين الجواز؟ انا صحتي وعافيتي راحت في القصب يا عم عبد الناصر. ربنا يساعدك يا ضوي. صحتي وعافيتي دي كانت عايزه مرة عافيه مش عايزه القصب يا عم عبد الناصر. الواد يا واد عيب عليك، اختشي يا واد، خلي عندك حياه. اختشي يا عم عبد الناصر، عايز اطلع طاقتي انا يا عم عبد الناصر. هجوزك يا اخوي. اهمد بس انت كده شويه. اتجوز وين؟ اتجوز وين؟ في الرباريب اللي داقه داي. روح انا عامل لك عاده هيك في الغلا فقري ضلاك. طب اول ما تروح للوحده ابوها قال يتكي على الكنبه ويقول لك عايز قالب 170,000 ذهب. طب نجيب من وين انا اللي يوميتي 300 جنيه؟ اجيب من وين انا؟ ما كل حاجه غليت يا ضوي. كل حاجه غليت. ما حدش ضلك ماشي على كده يا ولدي. يا ابوي ماشي على كده وين يا عم عبد الناصر؟ ما الناس تيسر يا عم عبد الناصر. الشباب ده الشباب يروح وين؟ والناس تروح وين؟ ما البنت كبرت والشباب عجز. ما هذلك يا ولدي كله الجدع اللي بيقول لك اشمعنا بنت فلان طلعت بكد كده، والوحده والنهارده الحريم مسيطره في البيوت على الرجال يا ضوي. مسيطره؟ ايوه. الله الحريم يجيها في ركبها. امال ايه؟ ما حدش خارب الدنيا غير الحريم اللي يجيها في ركبها. الجدع اللي بتغير تقول لك بنت اختي طلعوها دفعوا لها مهر 200,000، واللي تقول ودوها مش عارف بكام عربيه عفش، والناس اللي اتظلمت اللي زي حالاتك يا غلبان. طب ليه يا عم عبد الناصر 160,000 اشتري قراب رمله؟ طب دي المقطوره دي ثمنها مش 160,000. حقك. طب ينفع يا عم عبد الناصر؟ نحن عاملين عادها كل واحد وظروفه يا ضوي. الله يجازيهم ويكفيهم باعمالهم يا شيخ. يهديهم ربنا يا ضوي. موضه طلعت قال موضه.
كل ده. طب الشباب يروح وين؟ اللي متغرب في السعوديه واللي متغرب في الكويت واللي لو مؤاخذه بياخد له 4000 في الشهر، واللي شغال بمستقله بيودي اكل، واللي شغال له في قهوه. الشباب ده هيتجوز متى؟ لا كتر خير الشباب صابر وامره لله. ايه هيعمل يا ضوي؟ كل ما تروح لواحده قال لي ابوها يكون شرابه مقطوع يقول لك عايز 100,000 مهر. طب هيجيبوا لك من وين 100,000 مهر؟ اخذ قرض انا عشان اتجوز لك بنتك. ما غايب عليهم يا ولد. يلا يا ولدي بس شد حيلك انت كده وهجوزك يا فقري. بس اهم حاجه لم لي الموسم ديتي عشان نخلص واجوزك. طب يا عم عبد عشان ارتاح من حديدك يا عم عبد الناصر، عشان ارتاح منك ومن فقرك يا عم عبد الناصر. هتجوزني بعد الموسم اللي فات وهجاب موسم ورا موسم. انا عمليه ما كنت مديون السنه اللي فاتت يا ضوي. خلي عندك دم. طب هتجوزني فين في الالافات والذهب يا عم عبد الناصر؟ ده لك خلوها بالجرام كمان. ده لك الواحده تقول لك عايزه 160 جرام ذهب، 200 جرام ذهب. سنتك ويك يا ضوي. عمليه طيب انا نصيبي كده معاك وقعت. ينفع؟ ايه طيب يا ولدي ينفع يا عم عبد الناصر؟ لا هجوزك ان شاء الله. حتى لك اي حاجه كده. هتجوز وين؟ ما اللي معاه بيت رزقه وكفايه جوزها ياكلها منكم لله كان. بس انت ما تروح شوف روحات كثير عشان ما تغيرش وكل دقيقه تاجي هنا تنوح لي في الزرع. عيب عليك. طب بروح يا عم عبد الناصر. انا هعمل ايه يا عم عبد الناصر؟ كل ما اروح لي فرح يا عم عبد الناصر والقى البنت بتاعت يا اخواتي اغنيه يا اخواتي. ايوه باجي نار بتجيت في يا عم عبد الناصر. بسناني وقعت ونباني وقعت يا عم عبد الناصر. ما خايف خشمي يفضى يا عم عبد الناصر وما فيش واحده ترضى بي. لا هجوزك بس شد حيلك. هات لي نفر ثاني. هجيب لك نفر بس شد حيلك. هات لي نفر ثاني اللي يقطع فرطك ويقطع نويطك. لك 10 سنين بتقول لي هجوزك. لا يجزيكم ويكفيكن يا ابو عدي. خليكن خلي اللي في البيوت. واحده قال لي روح لها قال ادينا شهرين نسال عليك. يكون جارها وقريبها. ادينا شهرين قال نسال عليك. ليه؟ طب ما هو في الشارع عندكم تسالوا عليها. ادينا قال مش عارف ايه. الذهب هتجيبه من وين؟ الصور هتتصورها وين؟ اللي يصوروكي كان صورة فيش وتطلعي على اللومان طول ان شاء الله انت وابوكي.